أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه الغرفة الناصبية غرفة عمر للسب والشتم والطعن بمحمد وبآل بيت محمد. نسمع الآن أحبتي الكرام كيف يتخبط هؤلاء أدمنية يوزرية المتواجدون. نسمع وبعدها إن شاء الله عندنا تعليق. انت تاتي وتقول مثلا انا انكر خلافه ابو بكر مثلا، اذا انت خرجت عن اجماع الصحابه صح؟ الكلام كثير في هذه الامور، لكن انه نقول ايه بالقران لا يوجد ايه، لكن هناك اقوال العلماء وهناك احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في مدح صحابته وحبه لصحابته. يا رجل يكفي ان النبي احب اصحابه، الا تحب اصحاب النبي لانه احبهم؟ بس هذه النقطة يجب أن تتوقف عندها، لأن عندكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسب ويشتم ويلعن ويجلد أصحابه، هذا كما ورد في كتبكم. وهذا أحبة الكرام أمامكم الرابط، أي واحد يريد يدخل يجد المصادر موجودة من البخاري ومن مسلم ومن غيره. مجرد أن تكتب في جوجل النبي الكريم يشتم ويسب الصحابة والعياذ بالله. طبعا على كل حال النبي حاشا لرسول الله أن يسب ويشتم. المهم ليكمل هذا الأموي يتكنى بأخبث الكنى. النظر على ما قدمه الصحابة من خدمة الإسلام وإلى آخره، لكن عند الفقهاء الأربعة يا أخوان كافر كافر كافر. عنا المستند أن منكر الإمامة أبا بكر الصديق مخالف للإجماع، أبو حنيفة يكفره، ابن الهمام أيضا. تفسير القرطبي قال والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه، وهل يكفر أم لا يختلف فيه، والأظهر تكفيره، وغيره يا وسفر، وغيره كثير. كيف القادح بماذا؟ والله خلينا نعيد هذه النقطة أحبتي. أبو حنيفة يكفره، ابن الهمام أيضا. تفسير القرطبي قال والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه، وهل يكفر أم لا يختلف فيه، والأظهر تكفيره، وغيره يا وسفر. جميل. الأظهر الذي يقدح نعم الذي يقدح. لنرى معاوية أحبتي الكرام قدح أو لم يقدح بخلافة عمر. هذا أحبتي الكرام أمامكم من صحيح البخاري. حدثنا فلان عن فلان إلى أن يقول عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، نسوات القصايب الجدايل الضفاير، تنطف يعني تقطر ماء. قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت ألحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر أي بأمر الخلافة فليطلع لنا قرنه، يقصد عبد الله بن عمر، فلنحن أحق به منه ومن أبيه، أي في أمر الخلافة. معاوية يرى أنه أحق بالخلافة من عمر ومن ابن عمر. قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته؟ قال عبد الله أي ابن عمر فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، يقصد المولى أمير المؤمنين، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونسواتها. صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 1508 تحقيق دكتور مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير اليمامة بيروت الطبعة الثالثة 1407 1987 الأجزاء 6. جيد. يعني الآن هذا من الواضح أحبتي الكرام أنه طعن من عمر من معاوية بعمر، وطعن من ابن عمر بمعاوية، طعن واضح. جميل. الآن نرى رأي الشراح. ما معنى في قوله أحق به؟ قوله أحق به أي بأمر الخلافة، قوله منه أي من عبد الله ومن أبيه، أي ومن أب
عبد الله وهو عمر بن الخطاب. واضحة القضية هاي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني جزء 17 صفحة 185 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت الأجزاء 25. جيد. بعد لنرى أحبتي الكرام حتى يتعلم هؤلاء القوم الآن عليهم أن يكفروا ماذا؟ يكفروا معاوية بن أبي سفيان. هنا أحبتي الكرام طبعا احنا ناخذ يعني ما نقدر ناخذ الشرح كله يعني يطول بنا المقام، ناخذ الزبدة. قوله فلم يجعل لي على صيغة المجهول وأراد بالأمر الإمارة والملك قوله فقالت أي قالت حفصة له الحق القوم وهو بكسر الهمزة وسكون القاف أمر من ألحق يلحق. قوله فإنهم أي فإن القوم. عمدة القاري جزء 17 صفحة 185. نرى بعد أحبة الكرام في هذا الأمر هل هذا كان طعن قول معاوية طعن أو لا؟ طعن أو لا؟ نرى الشراح. احنا ما نسمع الإمعات ولا نسمع هذا الأموي وغيره من هؤلاء الجهلة حتى قراءة ما يعرف يقرأ. راح تشوفوا شلون ما يعرف يقرأ. قوله قرنه بفتح القاف وسكون الراء أي رأسه، وهذا تعريض منه بابن عمر وعمر. تعريض منين؟ من معاوية بعمر وبابن عمر. تعريض شنو يعني؟ شنو يعني تعريض؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني جزء 17 صفحة 185. جيد. الآن هذا شنو؟ تعريض من تعريض من معاوية بعمر وابن عمر. قوله أحق به أي بأمر الخلافة، منه أي من عبد الله ومن أبيه قلنا بيناها أي ومن أب عبد الله وهو عمر بن الخطاب. هنا عبد الله بن عمر كذلك يعرض بمعاوية. قوله من قاتلك يخاطب به معاوية. قوله وأباك أراد به أبا سفيان والد معاوية، فإن عليا عليه السلام قاتل معاوية ووالده أبا سفيان يوم أحد ويوم الخندق وهما كانا كافرين في ذلك الوقت وإنما أسلم يوم الفتح. ملتفتين؟ يعني تعريض من معاوية بعمر وبابن عمر. وكذلك الآن السؤال الآن المطروح، هل يعتبر معاوية عندكم كافر على ما تقولون أو لا؟ هذا معاوية يطعن بخلافة عمر. أريد تكونون شجعان إذا كان عندكم شجاعة، وإذا ما عندكم شجاعة فإنا لله وإنا إليه راجعون. عندكم شجاعة؟ عندكم شجاعة تكفرون لنا عمر؟ الآن أنتم تقولون أن من يطعن بخلافة أبو بكر وعمر كافر. الآن هذا كافر لو مو كافر؟ لنسمع بعد أحبة الكرام، لنسمع. وغيره كثير غير ابن حزم وغير كثير من العلماء. يعني أنا مو بصدد الآن أقول أقوال كل العلماء، بس إحنا نأخذ يعني مجمل ما أجمع عليه الصحابة العلماء أن من ينكر أبا بكر وعمر فهو كافر. كذلك المثل. فهذا الدليل يا اخوان. دائما من يقول طب انا يعني ما بسب ابو بكر ولا بلعن عمر، لكن انا ابغضهم، انا ما بحبهم، هل انا كافر؟ نعم نسمع. طبعا انت كافر، طبعا انت كافر. عمر فهو كافر. شلون؟ كذلك المثل. فهذا الدليل يا اخوان. دائما من يقول طب انا يعني ما بسب ابو بكر ولا بلعن عمر، لكن أنا أبغضهم، أنا ما بحبهم، هل أنا كافر؟ إيه طبعا أنت كافر، طبعا أنت كافر. جميل. الآن هل تكفر معاوية ولا تكفر معاوية؟ يلا. معاوية الآن يطعن بعمر، يلا يطعن بعمر واضح. الآن أنا نقلت أقوال لعلماء أهل السنة. تكفرون معاوية لو ما تكفروه؟ أو أنكم تكيلون بمكيالين، أو أنكم تكذبون، أو أنكم تدلسون؟ يلا خلينا نسمع بعد أحبتي. كافر. أنت الآن داخل كيف يعني أنا بدون دليل؟ ما إلي الساعة طلع الشعر على لساني وأنا أجيب أدلة. قول وين الدليل، لكن ما تقول كيف تكفر بلا دليل وتوق داخل من ثواني.
وضح سؤالك، قول وين الدليل؟ أنا ما كفرت. نعم كافر، عند إجماع علماء أهل المسلمين كافر، ومن أنكر آل البيت فهو كافر. عندك رحمه الله. عندي أيضا روضة الطالبين من قول أبو إسحاق وهو من كبار علماء المدينة. عندي الفتاوى الهندية. نعم كافر، من أنكر خلاف كافرة. شفت إنك زنديق ابن زنديق، شفت إنك زنديق ابن زنديق. وهل معاوية أنكر خلافة علي؟ شفت إنك زنديق. لا، معاوية الآن أنكر خلافة عمر. يلا تكفر معاوية على إنكاره لخلافة عمر. انطيناك من البخاري وانطيناك أقوال العلماء، وهذا كذلك من مصنف عبد الرزاق. يقول فلان عن فلان عن فلان إلى أن معاوية، إلى أن يقول معاوية: أما بعد، فمن كان متكلما في هذا الأمر، بينا شنو الأمر، أمر الخلافة، فليطلع لي قرنه، فوالله لا، شوف التفتوا أحبتي الكرام، لا يطلع فيه أحد إلا كنت أحق به منه ومن أبيه. منه ومن أحق. معاوية يرى أنه أحق بالخلافة من عمر، يعني يرى أن عمر غاصب وهو أحق. هذا تعريض. قال: يعرض بعبد الله بن عمر، وأكيد التعريض بابن عمر بينا بابن عمر. قال عبد الله بن عمر: فأطلقت حبوتي فأردت أن أقوم إليه فأقول: يتكلم فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام. يعني الآن كذلك عبد الله بن عمر يطعن بمن؟ بمعاوية. على كل حال هذا تقدرون ترجعوا له إلى في مصنف عبد الرزاق الصنعاني في الجزء الخامس صفحة 465 تحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمي. الآن كفروا معاوية، إذا كنتم رجال كفروا معاوية. يعني لا تكيلون بمكيالين يا دجاجلة العصر، يا خوارج العصر ومجوس الأمة. أحبتي الكرام، التناقض الذي يقع فيه هؤلاء، وأنا نزلت في رابط. معاوية يطعن بعمر بن الخطاب، وبن عمر يطعن بمعاوية، وهروب آدمية غرفة عمر الناصبية. هذا تقدرون تدخلون عليه على اليوتيوب وتشوفون المقطع، لكن أنا راح أعرض جزء من عنده إن شاء الله هنا للفائدة، وأريكم التناقض، كيف أن هؤلاء يتناقض. نسمع الآن أحبتي من هذا المقطع. معاوية رضي الله عنه. أما بالنسبة للشيء الآخر، معاوية كان يرى أنه أحق بالخلافة من عمر. هذا الكلام من وين جبته؟ هذا غير في كتب السنة. من وين جبته هذا الكلام؟ البينة على من ادعى، جيب الدليل وإحنا نتفق معك إنه معاوية كان يرى أحق بالخلافة من عمر. لكن كلام الحسينيات هذا ما بيمشي. ممتاز في البخاري، هات في البخاري. لا تتكلم، خذها قاعدة يا شيعي يا شيعة، دائما نقول حطوها حلقة في أذنكم. عمركم يا شيعة لا تتكلموا مع أي سني في أي موضوع دون دليل ما بناخذ بالكلام. يلا هذا من البخاري قدامك. تريد انك ماشي، احنا مساكين لا نقرأ، انت عالم ما شاء الله وانت فقيه محدث الأمة، هات اعطينا، علمنا مما علمك الله. الآن سمعتم أحبتي الكرام، احنا اعطينا من البخاري، تمام؟ يلا خلي يكمل بعد. لما بجيب لك بينة بجيب لك في كتبك، بذكر لك مصادر، ما عندي إشكال أذكر لك مصادر كمسألة. لا التفتوا، هذا المسكين هذا الخوري يريد السند من البخاري ويريد السند. أقول له من البخاري، يقولوا له من البخاري، يقول له السند. لا. رأيتم أحبتي الكرام كيف التخبط؟ واحد يطلب السند، واحد يطلب الكذا. على كل حال ليكمل هذا الأموي ليكمل. جميل. عن عكرمة بن خالد، لحظة. عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسوتها تنظف، قلت قد كان من أمر. انتظر اقرأ عدل التقراء. ما تعرف تقرأ وتدعي علم. ونسواتها تنطف، يعني جدايل القصايب الضفاير، تنطف يعني تقطر ماء. فهمكم هذا؟ على كل حال تفضل، هذا شوف الكتابات. كمل قراءة ما يعرف يقرأ. أمري
أمر الناس ما ترينا فلم يجعل. من أمر الناس من أمر الناس. على كل حال ماكو داعي نعقب على الأخطاء في القراءة، لأنه هو هذا مستواهم، ومستواهم هذا الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى والمغفلين. خلي كمل. لي من الأمر شيء فقلت الحق. ونسواتها تنطف، ونسواتها تنطف. النسوات يعني الجدائل، احنا نقول بالعراقي القصايب. يلا. إنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلما تدعه حتى يذهب؟ فلما تفرق الناس خطب معاوية. طيب زين. قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر. لا. من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة. حبيب له حبيب. تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك ما أعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت وأصمت. قال محمود مين؟ قال محمود عن عبد الرازق ونسوتها. عبد الرزاق مو عبد الرازق التجري وين قاعد جاي تمثل فيلم مصري. عبد الرزاق. لا اله الا الله. يلا يا معود صالح من عقب انا على ذني. ما بهيمه ينطح بهيمه. انا لله وانا اليه راجعون. كمل. ونسوتها هذا في البخاري. هذا في البخاري يا حذيفة. قال محمود عن عبد الرازق ونسوتها. من البخاري. صحيح البخاري. هذا من البخاري. من البخاري. تحقيق دكتور مصطفى ضيب البغا. والعباس من البخاري. ما شاء الله. انا راح اسلم انه هذا في صحيح البخاري. هي القضية مو قضية تسليم. انتظر، مو قضية تسليم. رغم انفك انا جاي اعطيك مصادر. شنو اسلم شنو اسلم. رغم أنفك بالبخاري. على كل حال إن الآن عرف الحديث بالبخاري. خلينا نشوف بعدين شنو الردود أحبة الكرام بعد أن علموا أن معاوية كان يطعن بعمر. ماذا كان الرد؟ شوف التناقضات أحبة الكرام، شوف التناقضات. هسه راح نشوف التناقضات إن شاء الله. وين المشكلة في الحديث؟ ماكو مشكلة. شو إشكالك في الحديث؟ ماكو مشكلة بالحديث. يلا أعطيني الآن الإشكال في هذا الحديث. أنا ما وجدت فيه إشكال. شو الإشكال؟ حيا الله دكتور الهاشمي. شو الإشكال في هذا الحديث؟ هذا الإشكال شوف، معاوية يرى أنه أحق. أنت إيش فهمت؟ أن معاوية يرى أنه أحق بالخلافة من عمر وابنه. طيب سلمت معاك انه هذا كان يعني ما يعتقده معاوية. وين المشكلة؟ ماكو مشكلة. وين المشكلة؟ معاوية يرى انه معلش الحجة. خلي يعتقد انه عمر كان يرى. كيف يعني ماكو مشكلة؟ يعني الان انتم تقولون من يطعن الان هذا طعن واضح تعريض. العلماء يقولون تعريض، قدمت لك اياه انا. العلماء يقولون تعريض. فعلى رأيكم ان معاوية كافر، فلماذا لم تكفروا معاوية؟ عليكم أن تكفروا معاوية. على كل حال نسمع بعض أحبتي. راح أول واحد راح. هاي هم يسموها شو يسموها؟ يسموها غزوة. غزوة بعينها. يلا خلي واحد ياخذ الماء. يسموهم يلا يا معودين ما تصعب. السلام عليكم ورحمة الله. منذ متى وعمر بن الخطاب يقنى بأبي عبد الله؟ احنا ما قلنا ابو عبد الله ابدا. قلنا عبد الله ابن عمر. هذا ساطر عليك النص حتى النصوص ما يعرفوه. تفضل. قوله أحق به أي بأمر الخلافة. قوله منه أي من عبد الله ومن أبيه
أي ومن أب عبد الله، أي ومن أب عبد الله، وهو عمر بن الخطاب. جاي يشرح الرجل، عمدة القاري هو اللي جاي يشرح. لكن أنت يعني على كل حال لنا فيك قولا، ولكن لا نريد أن نقوله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسمع بعد أحبة الكرام. حذيفة، لو كنت أنا موجودا أيام في تلك الأيام يعني، ورأيت أني أحق بالخلافة من علي وأبو بكر معا، أنا رأيت، هذا رأيي الشخصي، كفرت والله العظيم أنا حر، أنا أشوف صعب. ما علينا يا حذيفة، لو كنت أنا موجودا أيام في تلك الأيام يعني، ورأيت أني أحق بالخلافة من علي وأبو بكر معا، أنا رأيت، هذا رأيي الشخصي، كفرت. اسأل علماءك في هذا، اسأل علماءك الآن يقولون كافر، تقولون كافر، لأن هذا طعن بخلافة عمر وطعن بخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، هكذا يقولون علماءك. اسأل. أنا أعطيتك أقوال العلماء يقولون تعريض من معاوية. جيد. أنتم الآن ما تردون معاوية، ما تردون تطعنون بمعاوية، ماذا نفعل لكم يعني؟ فإذا تكلون بمكيالين، ناس تكذبون تدجلون على الآخرين، وهذا إحراج بالنسبة لكم، ودعس ما بعد دعس، دعس ما بعده دعس هذا. نعم. على كل حال نسمع بعد أحبة الكرام، نسمع إن شاء الله. أنا شوف يا دكتور الهاشمي، أنا بناء على كلامه حسب فهمه لهذا الحديث أنا سلمت، ما عندي إشكال. يعتقد معاوية أنه أحق منه بالخلافة، قال أنه هذا يعد طعن. طب طالما أنه هذا يعد طعن، جميل، الآن تقدر تطعن بالحسين لأنه خرج على الخليفة الشرعي يزيد، يلا خليك شجاع. طبعا هو يا أخوان بينقل من سمعتوا أحبة الكرام؟ إيه نعم، يعتبر نهضة الإمام الحسين ضد الملعون يزيد بن معاوية الكافر عندكم يعتبر طعن بيزيد. واضح القضية، ما يحتاج لها إلى بيان. طعن، ولكن ليس طعن بالإمام الحسين، بل طعن بيزيد. أنا اللي أريد أقوله، لكن أنت مخك الظاهر يعني مخك ناشفة أنت الظاهر، كل شيء ما تفتهم. أنا الذي أريد أن أقول أن معاوية هو الذي طعن بعمر. فشنو حكم معاوية عندك الآن الطعن بعمر؟ شنو حكم عندك؟ نعم، الإمام الحسين طعن بيزيد عليه السلام، طعن بيزيد، وهذا يعني هو هذا مدى عقلك ورجاحة عقلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسمع بعد أحبة الكرام. لا ما اريد مداخلة عمي الأموي، اعطيني رقم واحد. حذيفة انتظر، انا فاتح الحين البخاري الجزء الرابع. وينك يا الأموي؟ يلا لزموا سرعة اليوم الآدمية الأموي عمر يلزمون سرعة. لا خليك انتظر، لا تطلع. لحظة انا اريدك. لحظة ثواني بس، انا اريد اقرا لك تحت شو اسمه تفسير المحقق، اللي تفسير الرواية. عجيب. انا شو قريت؟ انا منين قريت؟ انا مطيتك تفاسير علماء اهل السنة، مطيتكم التفاسير. على كل حال انتظرونا أحبة الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله. لنا وقفة مع هذه الغرفة الناصبية. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.